مرحبا بكم في قناة Arab Influencers News. في هذا الفيديو الجديد سنغطي أبرز أخبار وأحدث المستجدات في عالم المؤثرين العرب. في هذا الفيديو سنتحدث عن موعد الخطوبة ومكان الخطوبة، وكذلك سنتحدث عن قوانين نورث ستارز لحفلة الخطوبة والزفاف. وأخيرا نورث ستارز راح تنخطب، والخبر صار رسمي. 25 ماي 2025 هو اليوم الكبير. مو بس موعد عادي، بهذا التاريخ راح يبقى محفور في ذاكرتنا، لأن وراه قصة كاملة ومفاجآت كتير ناس ما بيعرفوها. من المتوقع أن القاعة فخمة جدا الكل يعرفها، لكن الغريب أنها نفس القاعة اللي كانوا مخططين لها أسامة مروة وشيرين لحفل زفافهم. نعم، القاعة كانت محجوزة من قبل أسامة وشيرين، حتى التاريخ كان محدد ومثبت، لكن اللي صار فجأة أن موعد خطوبة نور كان في نفس اليوم ونفس القاعة. فما رأيكم؟ هل كانت صدفة أم كان في تنسيق خلف الكواليس؟ اللي نعرفه حسب المصادر أنه لما عرف كريم وأسامة بالموضوع صارت مكالمة ودية، وتم الاتفاق بهدوء أن أسامة يتنازل عن القاعة بكل احترام، وأسامة فعلا ينسحب وبدأ يدور على قاعة ثانية لحفل زفافه هو وشيرين. خطوة راقية ونادرة نشوفها بين المشاهير، خصوصا في المناسبات الكبيرة مثل هذه. التصرف هذا يثبت أنه في احترام متبادل وعلاقات طيبة رغم التنافس أحيانا في المحتوى أو الجمهور. السؤال الآن، هل راح يحصل أسامة وشيرين على قاعة بنفس المستوى؟ وهل كان في حرج أو ضغط من نور؟ ما عندنا تفاصيل دقيقة، لكن الواضح أن الكل اختار التفاهم وهذا الشيء جميل. الحين نترك موضوع القاعة وننتقل لأغرب جزء، قوانين حفلة خطوبة نورث ستارز، واللي فعلا خلت الناس تنقسم بين مؤيد ومعارض. خلونا نمر عليها واحدة واحدة ونشوف إذا هي فعلا منطقية أو فيها شوي مبالغة. القانون الأول، لا أطفال في الحفل. نور يبدو أنها تبغي تحافظ على الجو العام للحفلة بدون صراخ أو فوضى، والصراحة هالشي كثير ناس صاروا يسوونه، لأن الأطفال ممكن فعلا يغيرون أجواء أي حفلة، لكن في نفس الوقت ناس كثير عندهم أطفال صغار ما يقدرون يتركوهم، فهل راح يتضايقون؟ أنا شخصيا أشوف أنه قرار ذكي، لكن يحتاج يكون واضح ومفهوم من البداية عشان ما يصير إحراج لأحد. القانون الثاني، نو بوفيه، يعني ما في طاولة أكل مفتوح. غريب شوي، واضح أن الأكل راح يكون بطريقة ثانية، يمكن سيرفيس على الطاولات أو وجبات فردية. هالشي ممكن يكون أنيق ويمنع الزحمة والفوضى حوالين البوفيه، لكن بنفس الوقت كثير ضيوف يحبون يختارون بأنفسهم ويحبون تنوع الأكل. أنا أقول يعتمد على مستوى التنظيم، لو الأكل فخم وموزع صح خلاص ولا يهم البوفيه. القانون الثالث، نو دي جي ريكويست، يعني ما تقدر تقول للدي جي حط لي هاي الأغنية. واضح أن نور جهزت بلاي ليست كاملة ومو حابة أحد يغير الجو أو يخرب ترتيب الأغاني. من جهة هذا يعطي انسجام للحفل، خصوصا لو الأغاني كلها عراقية ومنسقة، لكن من جهة ثانية الضيوف يحبون يشاركون، يحبون يسمعون أغنيتهم المفضلة ويهزرون مع الجو. يمكن حل وسط يكون وقت معين مفتوح للطلبات أو أغاني مقترحة مسبقا. القانون الرابع، نو دريس كود، واو، حرية كاملة باللبس. هذا رح يريح الناس كثير، خصوصا لما يحبون يلتزمون بالألوان أو ستايلات معينة، لكن خلونا نكون صريحين، بعض الناس ممكن يبالغون ويلبسون شيء ما يناسب جو الحفلة، فغياب دريس كود ممكن يخلي شكل الحفل عشوائي شوي. بس من زاوية ثانية نور تبغى الضيوف يكونون مرتاحين وعلى طبيعتهم، وهالشي يحسب لها. القانون الخامس، لا أحد يجي بدون دعوة، قانون واضح وصريح، إذا ما جاك عزيمة لا تيجي، وهذا الشيء محترم جدا خصوصا مع أعداد الكبيرة والضغط في التنظيم. لكن كمان أحيانا الناس تجيب معهم أصدقاء وأهل بدون تنسيق، وهنا تصير مشاكل. أنا أشوف أنها محقة 100%، والتنظيم الدعوات ضروري خصوصا بحفلات خاصة مثل الخطوبة أو عرس. القانون السادس، ستكون أغاني عراقية. هنا واضح أن نور تبغي تعبر عن هويتها بكل وضوح. الأغاني العراقية دايما تعطي جو فخم ومشاعر قوية، وهي قاعدة تنتقل من تقاليد للترند. بس هل راح يكون كل الضيوف يتفاعلون؟ أنا أشوف أنه اختيار جريء ومميز ويعطي الحفلة نكهة ما راح ننساها. القانون السابع والأخير، ممنوع لبس الأبيض.
واضحة: الأبيض للعروس فقط، وهذا قانون متعارف عليه في كثير من الحفلات. بس في ناس تلبس الأبيض سكري، عاجي، بيج فاتح. هل هذا رح يكون مقبول أو رح يسبب إحراج؟ برأيي لازم توضح نور هالتفصيلة عشان ما يصير موقف بايخ لأحد بالغلط. حفلة نور شكلها رح تكون منظمة راقية وفيها لمسة شخصية قوية، بس هالقوانين أثارت نقاش كبير. انتو شو رأيكم؟ أي قانون تشوفونه منطقي وأي واحد تحسون أنه غريب أو مبالغ فيه؟ اكتبوا آراءكم تحت، ولا تنسوا تشتركوا وتفعلوا الجرس لأن رح نغطي أي شيء جديد يصير يوم 25 ماي.